السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة. درس النهاردة بنتكلم عن طريقة عمل فيديوهات على التيك توك بطريقة احترافية وبطريقة جديدة بتكتر من نسبة التفاعلات والمعجبين على صفحتك. ولو بتقدم محتوى أو بتقدم منتج هيفيدك كتير الفيديو ده. وعشان ما اطولش عليكم تعالوا نبدأ بالشرح. وتمام يا جماعة، نفتح البرنامج. تمام، ونختار الفيديو اللي احنا عايزين نعمل عليه الفيديو بتاعنا. هنجرب هذا القالب، هندوس عليها وهنضيفه عندنا في المفضلات. تمام. بعد كده يا جماعة، بعد ما ندوس على القالب هنعمل استخدام قالب في كاب كات. تمام، هندوس عليها هيفتح لنا واجهة البرنامج. لازم يكون معانا برنامج الكاب كات يا جماعة، وهنسيب اللينك البرنامج في المواصفات. تمام، هنختار المقطع من عندنا من على الجهاز ديت، الصور والجهاز والصور والفيديوهات اللي على جهازك. تمام، هتظهر لك بالشكل ده. تمام يا جماعة، كده بدأنا التأثيرات اللي كانت على الفيديو التاني أصبحت في إن احنا اخترناها على تأثيرات لينا على فيديوهاتنا. تمام، هيفتح معانا واجهة البرنامج بالشكل ده. في دي الاختيارات يا جماعة، بيظهر لك الاختيارات دي. أول حاجة هنا بيقول لك إعدادات الخصوصية. تمام، هندوس عليها بيقول لك للجميع، عايز كله يشوفها أصدقاء بس، احنا اخترنا الجميع. تمام، دي القوالب لو عايزين نختار قالب تاني. تمام، ده لو عايزين نغير قالب غير القالب بتاعنا. في انواع كتير تحت اهي يا جماعة، في الشكل ده وفي الشكل اللي بعده. طبعا بمسافة ان احنا نختار حفظ اللي فوق كده، نختار القالب. هذا اخترت ده كده التجاهل طبعا. تمام، وفي النص لو عايز اكتب حاجة على الفيديو، عايز اكتب اي كلمة، اعلان مثلا، اي كلمة هكتبها وهحطها في المكان اللي انا عايزه. تمام، وملصقات، في ملصقات. تمام، عايز انزل اي حاجة على الفيديو، اضيف اي اضافات عايز اضيفها على الفيديو. وبعدين هنختار التالي يا جماعة. تمام، الاشارة الى الاشخاص، الموقع دي طبعا الصوت. لو انا عايز اختار اي مقطع تاني صوت، المفضلات اللي انا اخترتها لما احنا دوسنا في المفضلات الاول عشان تجي لنا هنا. تمام، دوت طبعا اعدادات الصوت الاصلي او الصوت المضاف اللي احنا جايبينه من المفضلات او الاختيار التاني. تمام، مستوى الصوت نقدر نتحكم فيه براحتنا بكل سهولة. تمام كده يا جماعة، وبعد كده هنختار هنا المواصفات اللي هننزلها على الفيديو. اعلان فيديو مثلا 1. تمام، وبعد كده الاشارة الى اشخاص، لو عايز تحدد اشخاص يوصل لهم الفيديو ده. وعندك الموقع، تختار الموقع اللي انت عايزه. اضافة رابط، لو عايز تحط رابط لقناتك على اليوتيوب او اي مكان. اضافات طبعا. تمام، وبعد كده بنختار المزيد، اللي هي لو عايز سمح بالتعليقات، حد ينزل عندك تعليقات او محدش يعلق، ده تقدر تتحكم فيه بكل سهولة. وبعد كده ممكن تختار مشاريع او نشر، تختار حاجة من الاتنين. انا بنختار نشر يا جماعة. بيبدأ يتحمل معنا فيديو فوق اهوت، وبينزل معنا فيديو بكل سهولة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.